أنا جنبك يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعي قناة مستر فورتين، ازيكم عاملين ايه؟ جايين النهارده نتكلم عن ماتش الزمالك وانبي بكره. ماتش مهم جدا للزمالك، ماتش هيحدد مصير الزمالك في الماتشات الباقيه من الدوري ومصير موسم الزمالك من الاخر يعني. ماتش انت هتلعب بكره، نلعب بكره الساعه 5. نادي الزمالك كان قدم طلب للرابطه يعني ان الماتش يتاجل ساعه للساعه 6، لكن اتحاد الكرة والرابطة رفضوا. هيبقى الماتش الساعة 5. وانا بس كان عندي سؤال قبل اي حاجة يعني، بس مش عارف يعني عشان انا ممكن بتفرج على الدوري الانجليزي بقوة يعني. انا متابع الدوري الانجليزي جيد، متابع جيد، لان انا بشجع ارسنال في انجلترا وبتابعها كل ماتشاتها تقريبا، وبتابع الدوري كله عامة. فالجولات بتاعة الحسم دي بتبقى في الآخر، المفروض يعني إن بيبقى الماتشات كلها بتبقى في ميعاد واحد، عشان يبقى حتة مبدأ تكافؤ الفرص، وما يبقى فيش ما فيش تلاعب، وما فيش حد يعني ما فيش حاجة تحصل كده ولا كده. فمش عارف ده مش متطبق في مصر ليه. كنت أتمنى إن الماتشات تبقى في ميعاد واحد يعني. إن بكرة عندنا الزمالك هيلاعب إنبي الساعة 5. فياريت لو انت لسه داخل معانا اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. فالزمالك هيلعب انبي زي ما بقولك الساعة 5، وبعديها الساعة 8 في ماتش مهم. هو تقريبا ماتش الجولة ديت، ماتش الأهلي وبيراميدز. ماتش برضه هيفرق مع الزمالك، وماتش الزمالك وانبي هيفرق مع الأهلي وبيراميدز، مع الاتنين. انت عادي ممكن كل اللي انت عملته ده ينتهي بان بكرة ان انت تكسب انبي، اسف، ويحصل اي حاجه ما بين الاهلي والبيراميدز يتعادلوا مثلا، فانت تبقى بنسبه 90 99% انت حسمت الدوري. بفضل لك 3 نقط تاخدهم من اي ماتش من ال3 ماتشات اللي باقيين، الاهلي وسموحه وسيراميكا. ده السيناريو الجميل طبعا اللي كلنا كزملكاويه بنتمناه، لكن في سيناريو بقى سيء احنا ما نتمناهوش، ان انت مثلا بكره تتعادل او تخسر من انبي. لو افترضنا ان انت تعادلت مثلا، فالفرق ال5 نقط بقى فرق 6 نقط. لو الاهلي كسب انبي بقى فرق 3 نقط. لو الاهلي كسبك الاهلي بطل الدوري، لان المواجهات المباشره هيبقى الاهلي كسبانك الدور الاول وكسبانك الدور التاني. فانا مش عايز جمهور، مش عايز الزملكاويه، مش عايز لعيبه الزمالك والجهاز الفني ومجلس الاداره واي حد يبقى موجود في الاستاد بكره، مش عايز الناس تتساق ورا اقطاي بقى ومهابي ياسر والناس دي. مين دول يا جماعه؟ مين دول اللي هندخل الزمالك في خناقه معاهم؟ مين انبي اصلا؟ لا طبعا، انزل مركز في ماتشك، وانزل العب على ان انت تكسب. هات جون وهات التاني وهات التالت، بعد كده ريح نفسك وريح فرقتك والعب لعب تعاوني، لعب ميت خالص، موت الدنيا، وخد الماتش زي ما انت عايز، زي ما انت ما معودنا كابتن معتمد جمال يعني، زي ما انت ما معودنا الموسم ده كله. فان شاء الله يكون التوفيق من نصيبنا بكره باذن الله. ماتش مهم جدا 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 جدا، ممكن بكره نحسم الدوري بنسبه 90 99%، وممكن بكره نحط على نفسنا ضغط بنسبه 90 99% برضه. فالزمالك هو اللي هيحدد هو عايز يودي الماتشات الباقية دي فين. الزمالك هو اللي هيحدد بكرة هو هينزل ماتش الأهلي ده ما عندوش ضغوط وبيلعب للمتعة وعادي ممكن يريح لعيب ولا اتنين عشان نهائي الكونفدرالية، ولا الزمالك هينزل ماتش الأهلي ده حياة وموت. فالزمالك بكرة هو اللي هيحدد. فنيجي بقى للتشكيل اللي انا بتوقعه يعني لمباراة الزمالك وانبي. التشكيل الامثل للزمالك ان هو يبدأ الماتش بكره. هيرجع لنا كابتن محمود بن تايج. في كلام ان هو خف من الاصابه وجاهز بنسبه 100%، وهيغيب عننا لعيب برضو من اللعيبه المهمه جدا في الزمالك السيزون دوت، محمد اسماعيل. فايه التشكيل الامثل؟ فانا شايف ان احنا نبدا بالمهدي سليمان. مهدي سليمان هو الحارس الاساسي للزمالك، راجل موفق وراجل بيعمل كل اللي عليه ويستحق ان هو يكمل. طبعا مهدي سليمان مفيش خلاف. ابدا بعمر جابر عشان التامين الدفاعي. للاسف هنضطر نلعب بعمر جابر، ومش مش للاسف لسوء عمر جابر. عمر جابر يا جماعه، انا شايف ان في ناس كتير، انا ممكن اكون واحد منهم، جايين على عمر جابر. عمر جابر كابتن من كباتن نادي الزمالك، ما ينفعش اللي بيحصل معاه دوت. راجل لازم ياخد حقه ولازم ياخد وضعه برضه. عمر جابر لعيب كبير، حتى لو هو عنده دفوهات هجوميه. فمين عندك باك يمين في مصر اصلا قوي دفاعي وهجومي؟ مفيش. يعني الباك اليمين الاساسي لمنتخب مصر اصلا محمد هاني يعني. صباح الفل. فنبدأ بالمهدي سليمان. عمر جابر باك يمين،
الونش وحسام قلبين دفاع، محمود بنتايج وباك يمين. في نص الملعب شحاتة، محمد السيد، احمد فتوح. او شحاتة محمد او شحاتة محمد السيد، عبد الله السعيد، عبد الله السعيد او فتوح، واحد منهم يلعب 10. وشحاتة ومحمد السيد وراه، او شحاتة وربيع حتى مش هتفرق. يمين طبعا عديد دباغ او بزيرة، شمال عديد دباغ. مهاجم ناصر منسي. طبعا انت لازم تبدا الماتش دوت يبقى عندك اسلحتك بره على الدكه، سواء انت هتبدا بعبد الله يبقى فتوح معاك على الدكه، سواء تبدا بفتوح يبقى عبد الله على الدكه. شيكوبانزا يبقى بره برضو ممكن. لو انت مثلا جبت جون ولا حاجه وانبي بدا يهاجمك، فانت تنزل شيكوبانزا ضرب نار. شيكوبانزا لو وانت عندك مساحات ورا، شيكوبانزا ممكن يخلص لك ماتشات وبطولات بسرعته وبقوته، حتى لو الناس كلها مختلفة عليه. بس هي دي حتته يا جماعة. هو جريه وجري وراه كتيبة محدش هيجيبه. فشيكوبانزا موجود معاك على الدكة، ادم كايد موجود معاك على الدكة، سيف الدين الجزيري موجود معاك على الدكة. غير بقى زي ما قلت عبد الله او فتوح اللي هيلعب منهم، محمد ابراهيم يبقى معاك على الدكة. في عمرو ناصر، في احمد شريف برضو معاك على الدكة. حتة ان انت تبدأ بإيشو باك شمال عشان تلعب حد، لا، ما نغيرش يا جماعة. زي ما ماشية تمشي. ويا ريت برضو اخر حاجة للجمهور اللي هيروح بكرة، زي ما قلت في اول الفيديو، مين انبي او مين اقطاع عبد الله او مين مواب ياسر او مين محمود عبد المنعم كهربا اللي هندخل نفسنا في خناقة. ما ينفعش الجمهور بكرة يروح يهتف ضد لاعب، سواء كان هو مين بقى، قطاي ولا كهربا ولا اي حد. ما تروحش تهتف بكره ضد لاعب يضطر الزمالك يتحرم منك وانت اهم لاعب عنده في ماتش الاهلي. فما ده طبعا تهريج. ده طبعا تهريج. انزل بكره شجع الزمالك، نادي الزمالك، قول يا زمالك، سمعنا بقى الحدوته، واعمل كل اللي انت عايزه، وكلمه ب7 حروف اعمل اللي انت عايزه. طول ما انت مالكش علاقه بالمنافس، خليك مع الزمالك وادعم الزمالك، شجع الزمالك، اعمل كل اللي انت عايزه واحتفل. وباذن الله بكره نطلع بعد الماتش نحتفل. والاخر اخر حاجه بس التوقعات، انا اتوقع باذن الله ان الزمالك يكسب 3-1 وبيراميدز يكسب 2-0. هو ماتش بيراميدز ده التمني مش توقع بصراحه، لان انا اتوقع ان الاهلي هيكسب. لان بيراميدز انا حاسس ان هو خلاص اتكسر جواه موضوع المنافسه ده، الزمالك انهى عليه يعني. فاتمنى ان بكره توقعي وتمنيي يطلع صح، يعني الزمالك يكسب باذن الله. دي اهم حاجه، حتى لو الاهلي وبيراميدز، حتى لو الاهلي كسب بس الزمالك لازم يكسب بكره، وبعد كده اي حاجه هتبقى سهله. ده كان كل اللي عندي بخصوص الماتش. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس وصلي على النبي في الكومنتات. اخر حاجه، بنعمل مسابقات يوم قبل كل ماتش على الفيسبوك. اللينك بتاع الفيسبوك هتلاقيه على الصفحه، على القناه، على قناه اليوتيوب هتلاقيه متثبت. و ايه تاني كنت عايز اقول؟ ايه تاني نسيتوني؟ صلي على النبي بس قبل ما افتكر. المسابقات دي بتنزل، ويا ريت الناس بس دي اخر حاجه اقولها، يعني يا ريت الناس تقرا الشروط اللي بنبقى عاملينها للمسابقات، وتنفذ الشروط بالظبط بحذافيرها. يعني أنا لما اقول لك مثلا اعمل لاف، مش لايك. اما اقول لك شير البوست، اما اقول لك اشترك في القناه، اشترك في القناه. اقول لك حط كومنت مثلا في القناه على اي فيديو، حط كومنت. لان انا لو انت ما عملتش الشروط ده، أنا مش هقدر اكسبك. فاتمنى طبعا كل الناس تكسب، واتمنى الناس كلها تعمل كل الشروط، وباذن الله نطلع بكره بعد الماتش نتكلم عن الماتش باذن الله، ونكون بنحتفل بالزمالك باذن الله، ونعلم برضو مين اللي كسب من المسابقه بتاعه ماتش الاهلي وبيراميدز. هتلاقيها على صفحتي على الفيسبوك. اخر حاجه احنا عملت بيج باسم مستر فورتين، باسم القناه، هتلاقوها برضو عندي على الفيسبوك. يا ريت كل الناس تخش فيها، لان المسابقات من هنا ورايح هتنزل هناك، والريلز والمقاطع كلها والحلقات اللي بتتشهر على الفيسبوك على اليوتيوب هتنزل برضو على القناه هناك، عشان نعمل مجتمع لينا، يعني نبقى ملمومين كلنا فيه. ده كان كل اللي عندي. شوفوا بخير، وبإذن الله بكرة نيجي بعد الماتش نحتفل بالزمالك. سلام.